موضوع ظلم الأخوة هو أصعب المواضيع وأكثرها حساسية، لأن الجرح لما بيجي من السند والدم بيفضل ينزف لسنين. بيوت كتير مخبية أوجاع بسبب الميراث أو التفرقة في المعاملة أو القسوة. بيقولوا الأخ سند والأخت قطعة من الروح، لكن الحقيقة المرة اللي بيوت كتير مدارياها إن أحيانا الأخ بيكون هو الكسرة والأخت بتكون الوجع. أصعب ظلم ممكن يمر بيه إنسان هو اللي بيجي من دمه، من الناس اللي كان المفروض هم اللي يحموه من الدنيا، فلاقاهم هم اللي جايين عليه مع الدنيا. النهاردة هنتكلم عن ظلم الأخوة بكل هدوء، هنعرف ليه القريب بيجرح وإزاي تداوي قلبك لو كان سهم الوجع جاي من جوه بيتك. ظلم الأخوة مش بس كلمة وحشة، ده أشكال كتير بتهد الروح. أنواع الظلم بين الإخوات بيكون إزاي؟ نتكلم عن ظلم الميراث والمادة، لما القوي ياكل حق الضعيف أو الأخ يستولى على ورث إخواته البنات بحجة إنه الراجل. ده مش بس ظلم، ده أكل للسحت وقطيعة رحم هيتحاسب عليها. تاني حاجة التفرقة في المعاملة، أحيانا الأهل بيزرعوا الظلم ده من غير ما يحسوا، لما يفضلوا حد على حد. ده بينشأ غيرة بتتحول بعد كده لقسوة وتجاهل بين الإخوة لما يكبروا. ولو اتكلمنا عن التسلط والتحكم، هنلاقي إن الأخ بيفتكر إن رجولته في إنه يكسر أخته أو يقلل منها، أو الأخت تفتكر إن قوتها في إنها تخرب بيت أخوها بالغيرة والكلام. طب ليه القريب بيجرح بزيادة؟ في علم النفس، جرح القريب مؤلم لأن الدفاعات عندنا بتكون صفر. أنت ما بتتوقعش الغدر من أخوك، فعشان كده الضربة بتيجي في نص القلب. الظالم من الإخوة غالبا بيكون عنده أنانية مفرطة أو إحساس بالاستحقاق الزايد، بيحس إن حقه ياخد كل حاجة، وإن وجودك هو مجرد ظل ليه. والسكوت على الظلم ده أحيانا بيفهمه الظالم إنه ضعف، فبيزيد في طغيانه. أصعب خوف هو الخوف من غدر السند، إنك تحس إنك وحيد رغم إن ليك إخوات، إنك تخاف تطلب حقك عشان ما تخسرش دمك. ربنا بيقولك إن الخوف ده ابتلاء، ابتلاء عظيم، وقصاد الصبر عليه فيه بشرى، بشرى ملهاش حدود. افتكر دايما إن ربنا اسمه العدل، وإن مفيش حق بيضيع عند ملك الملوك، خصوصا لو كان الظلم من ذوي القربى. لو قلبك موجوع من إخواتك، افتكر سيدنا يوسف، إخواته مش بس ظلموه، دول رموه في البير. شوف ابتلاء الإخوة وصل لفين، ومع ذلك ربنا رفع قدر يوسف وخلى إخواته هم اللي يحتاجوه في الآخر. الدرس هنا إن تدبير ربنا أقوى من مؤامرات البشر حتى لو كانوا إخواتك. حقك هيرجع لك، وربنا هيعوضك بونس وحب من ناس غريبة يعوضوك عن جفاء القريب. طب إزاي تتعامل مع اللي ظلموك؟ أول حاجة إنك تحط حدود. القرب مش معناه إنك تسمح بالاستباحة، لو الوجود بيأذيك يبقى البعد الجميل والحدود هم الحل علشان تحافظ على اللي اتبقى من سلامة نفسك. تاني حاجة الاستغناء بالله، زي ما اتكلمنا في فيديو الاستغناء، لما تكتفي بربنا ما بتبقاش مستني عاطفة من حد ولا حتى من إخواتك. محبتهم إضافة لكن غيابهم مش نهاية العالم. ولو اتكلمنا عن احتساب الأجر، قول يا رب أنا هصبر وهصل رحمي لوجهك الكريم، لكن هحمي نفسي من أذاهم. ربنا بيدي أجر للمظلوم اللي بيحاول يفضل نقي رغم قسوة اللي حواليه. في النهاية، الوجع اللي من الدم ما بيروحش بسهولة، بس ربنا بيجبر القلوب المكسورة. ما تخليش ظلمهم يحولك لإنسان حاقد، خليك دايما أنقى وأجمل. أنا سيلا، قولي في التعليقات، هل مريت بظلم من قريب؟ وإزاي قدرت تتجاوز الوجع ده وتعيش بسلام؟ أشوفكم الفيديو الجاي بكل جبر خاطر. شكرا.